ما تكبرش الموضوع معانا. وهاكش اضربكم بالنار من غير سلام. اشرب الشاي سخنه يا عم صالح لسه معمول. اتفضل. تسلم ايدك يا ولد اخوي. مش مهم كوباية الشاي، المهم الليلة ده الاخوك ترجع لاصحابك. نورنا عم صالح، بس مالكش دعوة، انت اتكل على الله واحنا نقسم ورثنا مع نفسينا. ما على مهلك على عمك صالح يا حاج محمد، ده حتى عمك صالح راجل كبير وقاعد في بيتنا، اهو مهما كان ليه واجب علينا في مقام ابونا، ولا اقول لك والله ما يستاهل. مالكم يا ولد؟ ده انا حتى عمكم ما جابليش الحكي ليه، هو الحاج زعل؟ مفيش حاجة يا عم صالح، المشوار ده مخلصين انا وجابر اخويا، الحكاية ده بره عنا. ما بالهدوة شوية بس يا بخون، شوفوا بس عمك صالح جاي فيه عشان عمال يلمح بالكلام يقول حبوب ومش حبوب، نشوفوه الاول جاي على ايه. ما تدخل في الموضوع يا عم صالح وتقول انت ناوي على ايه. انا جاي النهارده يا جابر عشان والد اخوك من اليتيم اللي ما حضرتوش في القعده. احنا والد اخونا مالكش دعوة، انت اطلع بره الموضوع. بعدين يا عم صالح لو انت جاي عشان الموضوع ده فلم احسن، لما وخد بعضك واتكل على الله زي ما قال لك الحاج محمد، عشان الموضوع ده خلصان. احنا والد اخونا ناكلوه ما ناكلوهوش، ندوه ما ندهوش، ما حدش ليه حاجه عندنا. خد بعضك يا عم واتكل على الله. يعني انا جاي احل ما بينكم، جيت تعلي صوتكم عليا وتقلوا في ادبكم؟ طب انا هقول والد اخوكم في الغربه على كل حاجه، وهو يشوف صرفته معاكم.